مرحبا، بدي اشرح هلا عن الانسترومون ترانسبوزيتور. اذا بنلاحظ في عندنا بالالات في بتلاقوا اوقات فلوت اون سول وبوا اون مي بيمول وفا اتسيتيرا، ساكسفون سي بيمول، ساكسفون مي بيمول، ترومبيت اون ري، وفي ترومبيت اون سي بيمول. في سيري كتير كبيره من الالات، اغلبيتهم الات نفخ مبدئيا. الات بنسميهم الات ترانسبوزيتور. رح اشرح بعد شوي شو معناتها الات ترانسبوزيتور. انا وقت اللي بدق نوتة دو على البيانو، دو على البيانو، كتبت نوتة دو تروازيام ليني مثلا، تروازيام باردون انترلين، ودقيت على البيانو تعطينا هي النوت. اذا جيت لعند حدا ساكسوفون اون سي بيمول قلت له دق لي نوتة هاي الدو المكتوبه عندك دو، اجى دق دو بتنسمع، ما بتنسمع دو، بتنسمع غير نوت. فهيدا السؤال نفس الشيء بينطرح على كل الالات. كمان اذا رحنا عند ساكسوفون اون مي بيمول قلنا له دق لنا دو، تطلع غير نوت عنده، فبيكون معمل لهم ترانسبوزيسيون خصوصي لهم. فبدنا نشوف كيف هالترانسبوزيسيون بتصير وليه. رح ارجع هون في تابلو كبير بعد شوي رح اشرحه اتسيترا، بس رح شوف نوتات تانيين. هلا اكتب نوتات عنا، كبر الاكران هيك صار اوضح شوي بعتقد. عندي هيدي مكتوبه للبيانو مثلا، وفي عندي هون فلوت اون دو، عاده بتكون مثل البيانو. اذا جيت حطيت اذا جيت بدي اكتب له للفلوت، رح اعمل هيدي كوبي للفلوت. كتبت سوري، بدنا ننزل اياها اوكتاف مش تطلع هي ذاتها، لا هي هو بس في نار بعلي لي اياها. بدنا نكتبها للفلوت، فاذا تطلع هيك دو ري مي فا فا دياز صال سي بمول سي بيكاردو، تطلع عنده نفس الشيء لازم نكتب له اياها. اذا هي ذات جيت بدي اكتبها للكلارينات، هلا رح اكتبها نفس الطريقه. هاي اذا دق الكلارينتيست هيك مثل ما مكتوبه هلا حرفيا، ما بتنسمع مثل البيانو، بتنسمع غير نوتات. شو هن النوتات الغير؟ هلا بعد شوي رح نشوف كيف. تنقدر نعرف شو لازم نكتب له، نكتب على الخرطوش على جنب. باخذ نوتة دو مثلا، بكتب هون دو، بكتب دو هون. هون بكون عم بكتب مثلا اكزامبل على نوت على ورقه خرطوش. سوري رح اعمله بغير طريقه. بكتب فوق هاي، فوق هاي باردون بيانو، بس هلا بعد شوي بقول لكم شو بنكتب تحت البيانو، مش ما بنكتب دو، بيانو. بكتب هون كلارينات اون سي بيمول، كلارينات سي بيمول. اذا الانسترومون اون دو ديما بكتب تحتها، الانسترومون اون سي بيمول او شو ما تكون بكتب تحتها نوتي دو. تحت البيانو ما بكتب دو، بتطلع هون كلارينات اون شو سي بيمول، بنزل هاي سي بيمول، بحطها سي بيمول. سي بيمول. هون ما في شيء على الارمير، هون ما تطلعوا عليهم هول شيء، بس بنطلع عم بحكي على خرطوش على ورقه فاضيه، بنحط فازن سي بيمول تحت البيانو، بكتب الكلارينات اون سي بيمول دو. بتطلع شو الفرق بيناتهم، بلاحظ انه الكلارينات اعلى من البيانو بسكوند ماجور، في فرق بيناتهم سكوند ماجور. يعني كل شيء بدي اكتبه للكلارينات لازم اكتب له اياه للبيانو اعلى. يعني اذا البيانو كاتب له دو ري مي، لازم اكتب له للكلارينات ري مي فا دياز، لانه هي سكوند ماجور من سي بيمول دو سكوند ماجور. فبتطلع هون دو ري مي فا فا دياز صال سي بيمول سي بيكار دو، لازم تصير دو، لازم تصير ري، الري لازم تصير مي، المي بيطلع سكوند ماجور بتصير فا دياز، فا صال، فا دياز بتصير صال دياز، صال لا، سي بيمول بدها تصير دو، بكل بساطه بتصير دو بيكار. هلا بقول لكم ليش بيكار، هي لانه ليه ما قلت دو على الحل، هلا بعد شوي رح تعرفوا ليه دو بيكار. والسي بيكار بتصير دو دياز. حطيت دو بيكار لانه نحن كمان بنطلع على الارمير، الارمير عندنا دو ماجور، نحن عليناها سكوند ماجور، بدها تصير ري ماجور. فهاي وقت اللي بدي اعمل لها ترانسبوزيشن، رح تشوفوا هو الكمبيوتر رح يعمل اياها لحاله، تطلع عندي هيك لازم تنكتب تينسمعوا نفس الشيء. فاذا الكلارينات اون سي بيمول لازم اكتب له اول شيء احط له ري ماجور، فا دياز دو دياز، دو صارت ري، ري صارت مي،
المي صارت فا دياز، فا دياز على المفتاح، فا دياز صارت سول دياز، سول صارت لا، سي بيمول صارت سي بيكار لانه عندي على المفتاح دو دياز، بدي احطها بيكار تصير سكوند ماجور، سي بيكار بدها تصير دو دياز، هي دو دياز موجوده على المفتاح بس لانه قبلها بيكار حطيناها، رجعت زدت الدياز، دو صارت ري. نفس الشيء بالنسبه للالات الثانيين، ساكسوفون التو هي عاده بتكون اون مي بيمول، الالتو دائما اون مي بيمول، رح نعمل نفس السيستم تنعرف قد ايه بدنا شو بدنا نعمل للساكسوفون التو اون مي بيمول. اوكي زدت تحت الساكسوفون التو اون مي بيمول. نفس الشيء بنروح على ورقه خرطوش، اصلا رح رجعها هي بلا ترانسبوزيشن، رح رجعها بنسميها ان كونسرت بيتش بسموها سي كونسرت، يعني بلا ترانسبوزيشن. رح اعمل كوبي لهي المزور هاي وهاي، كنترول سي كنترول في، حطوا نفس الشيء مثل كاتبوا نفس الشيء. هلا بما انه اون مي بيمول كمان بروح على الخرطوش وين ما تكون، رح استعمل هون مثلا، بجي بحط نوت بكتب بيانو على جنب مثلا، هون بيانو، بكتب على جنب حدا ساكسوفون en mi bémol. ساكسوفون en mi bémol. اوكي هلا دائما تحت الساكسوفون الانسترومون ترانسبوزيتور مثل ما هون الكلارينات اون سي بيمول حطيت دو، نفس الشيء الساكسوفون اون سي بيمول بدي اكتب كمان تحتها دو، دائما بكتب دو. باخذ نوتة دو حطها مش دو بيمول، دو عادية، دو. هلا هون ساكسوفون اون مي بيمول، بما انه هي بيمول تحت البيانو بدي اكتب تحتها مي بيمول، مي بيمول، بس ما انسى احط بيمول قبلها، هون صارت موجوده على الارمير بس رح ابينها اكثر. مي بيمول، بتطلع الانترفال من المي بيمول للدو هو 6 ماجور، عم بيطلع 6 ماجور، يعني المي بيمول تينسمعوا نفس الشيء تدق له اذا بدي ساكسوفون او مي بيمول يدق لي نوت تنسمع مي بيمول لازم اكتب له دو، اذا كتبت له دو رح تنسمع مي بيمول او 6 ماجور او 6 ماجور، فهو لازم اكتب له اعلى من البيانو ب 6 ماجور، فبتطلع اذا هون البيانو كان على الدو ماجور بيطلع 6 ماجور من الدو ماجور، دو ري مي فا صول لا، يعني لا ماجور فيها فا دو صول، وكل هول بدي عليهم 6 ماجور، دو بتصير دو ري مي فا صول لا، ري بتصير لا سي دو ري مي ري مي فا صول لا سي دو، ري مي فا صول لا سي بتصير سي، يعني بتصير هون لا سي دو ري، ري بتصير ري دياز، مي بتصير مي، سي بيمول هي بتصير صول اذا عليناها 6 ماجور، وبما انه هي اصلا فا دو صول على المفتاح رح تصير صول بيكار، ترجع صول دياز، ترجع هون لا. رح فرجيكم اياها كيف بتصير، نكتب هون ترانسبوز، صارت هيك، صار فا دو صول على المفتاح، نفس الشيء بعدين عنا الاكزامبلات الباقيين، عنا صارت دو صارت لا مثل ما قلنا، فا دياز صارت ري دياز 6 ماجور، سي بيمول اذا طلعنا 6 ماجور بدها تصير سول بيكار، هي سول دياز على المفتاح بدها تصير سول بيكار، باردون مش سول دياز سول بيكار، والسي بيكار بتصير سول دياز، نرجعها ورجعت دو. نفس الشيء اخر اكزامبل رح اعطيه عن الكور اون فا بنسميه هورن ان اف. فاذا الكور اون فا تنقدر نعرف شو بدنا نعمله ترانسبوزيشن، بنعمل نفس القصه، رح احطها دغري فرضنا رح اشتغلها، نكتب على نحط كور بنحط له دو، والبيانو بنحط تحته فا، هون بيانو سوري بيانو، هون كور اون فا، طلع الفرق بيناتهم، مش فا دياز هون فا عادية،
ودو دياز ودو عاديه. فا للدو في عندي فا صول لا سي دو كانت جوست الكور اون فا نكتب له اعلى من البيانو بكان جوست. يعني بكل بساطه اذا بدي اسمع انا هي نوتة الفا لازم دق للكور اون فا نوتي، اكتب له نوتة دو تتنسمع هاي الفا. هو بيقرا دو عنده عم يقرا دو بس عم بسمع انا فا، فلازم اعلي له اياها اكتب له اعلى بكانت جوست. فبتطلع من الدو ماجور دو ري مي فا صول لازم اكتب له على السول ماجور، سول ماجور فيها فا دياز، رح اعمل لها دغري اعمل لها كوبي مع ترانسبوز. يعني بده كل شيء نعليه كان جوست، كنترول سي بيطلعوا هول مبدئيا مكتوبين لعنده. ليك وطى لي اياها هو كارت دغري اوتوماتيك اصلا وطيها كارت جوست لهي اصلا لو بدي اعمل ترانسبوز لازم اعلي لها كان جوست، بس هون لان الكور ما بيطلع على النوتات العاليين فوطى لي اياها اوكتاف، بس هي فعليا لازم اكتب له اياها اوكتاف اعلى. تظبط لكم اياها ترانسبوز سوري كنترول زد لازم نعملها ترانسبوز اوكتاف اب فيفث اب. كنترول زد هي اصلا منزلها كارت يعني لازم ارجع عليها اوكتاف ترانسبوز اب اوكتاف. هاي بنكتب لها ترانسبوز للكور اون فا دو بتصير سول، بس هو طريقها اوطى بكل بساطه لانه السوفت وير هون بيعرف انه الكور اون فا هدول رح يصيروا شوي عاليين عنده، فلوجيك انه نكتب له اياهم عم بيقول لي اكتب لي اياهم اوطى اهون للي بدي فرنش هورن. بس انا اذا اكتب ترانسبوز مضبوط ينسمعوا نفس الدو بدي اكتبها هيك حرفيا دو بتصير سول ري بتصير لا. فبكل بساطه للكور اون فا اللي مكتوب عنده بينسمع اوطى بكانت، اوطى بكانت. فبرجع انا على هذا التابلو اللي كان عندي بالاول محك هون بتطلع مثلا انسترومون اون فا دو، اذا بده ينكتب دو عنده بتنسمع على البيانو انسترومون اون دو بتنسمع اوطى كانت تنسمع فا اذا كتبت له دو. اذا كتبت دو على البيانو لازم اكتب له سول. اوكي نفس الشيء انسترومون اون سي بيمول اذا كتبت له دو بينسمع اوطى بسكوند بينسمع سوري اذا كتبت له انسترومون اون سي بيمول باردون هون انسترومون اون سي بيمول اذا كتبت له ري تنسمع عنده على البيانو اوطى تنسمع دو. اذا كتبت دو للبيانو لازم اكتب له هو اعلى بسكوند ري. نرجع نفس الاكزامبل اتسترا حاطينه للكل في الانسترومون اون ري بيمول اون فا اون سي بيمول اون مي بيمول اون لا. اكثر شيء معروفين هن اون سي بيمول مي بيمول وفا خصوصا الكور. هون في اكزامبلات ثانيه عطينا الفلوت هي هيك يعني البيانو، كلارينيت اون لا ليكم نشوفوا كلارينيت اون لا اذا كاتب هون دو اذا بدي اسمع دو لازم اكتب له هو مي بيمول، يعني في فرق تيرس مينور اعلى منها. وين صارت؟ اذا عم بكتب للكلارينيت اون لا مي بيمول بدها تنسمع دو على البيانو، او اذا كتبت لها دو للكلارينيت لازم تنسمع اوطى منها لازم احط اللا تحت البيانو لا هون، يعني هو بدي اكتب له اعلى بتيرس مينور من البيانو. اذا الفلوت اون دو ماجور تيرس مينور اعلى منها بتصير مي بيمول ماجور، صارت دو صارت مي بيمول اتسيتيرا. نفس الشيء للساكسوفون اون مي بيمول قبل شوي اخذنا اكزامبل بدنا نعلي له سيكست ماجور بتصير لا ماجور، وترومبيت اون سي بيمول بنعلي له اياها سكوند ماجور صارت هي هون. هون رجع مشروحين شوي بطريقه كمان اكثر. الفرق بين الفلوت اون دو والكلارينيت اون لا تيرس مينور، فرق بين الساكسوفون التو والفلوت اون دو سيكست مينور. هون في غلطه سوري سيكست ماجور هي غلط بنصلحها في سيكست ماجور فرق، وهون الفرق بيناتهم سكوند ماجور. اوكي شو بعد في عندنا شيء ثاني هون في سري الالات النفخ كلهم اللي هن اون شو في فلوت اون سول وبون اون مي بيمول بيقول لنا قد ايه مثلا فلوت اون سول ترانسبوز دون كارت جوست ديسوندونت، الكلارينيت اون سي بيمول سكوند ماجور ديسوندونت منها تنسمع شو هي المسموعه يعني سكوند ماجور ديسوندونت يعني كلارينيت اذا عم بتدق اون سي بيمول
او ترومبيت اون سي بيمول حيلا عم بدق ري تنسمع دو عم ينزل سكون ماجور اتسيتيرا. هاي بالنسبه للانسترومون ترانسبوزيتور.